شارع المعز مش مجرد شارع تاريخي، ده كان مركز القرار وبوصلة العلم وميدان الرحمة. ووسط الزخم ده واقف صرح اسمه مجموعة السلطان قلاوون، مكان بيحكي قصة سلطان مش بس من الفوق العرش، ده من جوه البنيان. مجموعة كاملة بتضم جامع ومدرسة وبمارستان وضريح مبنية في زمن كان فيه العلم والسياسة والدين متشابكين بشكل لا يمكن يتفك. مش بنتكلم عن حجر، احنا بنتكلم عن نظام كامل للحياة. البمارستان القلاووني أقدم مستشفى متخصص في القاهرة، وواحد من أرقى المؤسسات العلاجية في العالم وقتها. تم افتتاحه سنة 1285، وكان فيه تقسيم واضح للأقسام: قسم للأمراض الباطنية، وأخرى للجراحة، وقسم لعلاج الأمراض النفسية. كان فيه نظام يومي دقيق للأطباء بيشتغلوا فيه ورديات، وفيه صيدلية مركزية، وفيه لجنة لمراجعة وصفات العلاج. الأطباء زي علاء الدين ابن النفيس اشتغلوا في أماكن مشابهة، ولو مش في البامرستان نفسه فبنفس المستوى. وفي قصة شهيرة عن شخص مجنون اتعالج فيه وكان بيسمع موسيقى كجزء من العلاج. ده من أولى تجارب العلاج بالموسيقى في التاريخ الطب الإسلامي. هنا بقى بنقف عند واحدة من أعظم المدارس النظامية في العصر المملوكي، المدرسة القلاوونية. كانت بتدرس المذاهب الأربعة: المالكي، الشافعي، الحنفي، والحنبلي. وده وقت كان الصراع الفكري والديني محتدم. يعني قلاوون عمل وحدة فكرية جوه التعليم نفسه. المكان كان فيه سكن للطلبة، وفيه مكتبة ضخمة، وكان يلقى فيه الدروس: المنطق والفلك والنحو والرياضيات. المدرسين بقى كانوا من العلماء الكبار زي الإمام تقي الدين السبكي. وفي قصة شهيرة بتحكى إن أحد الطلبة هناك بعد ما أتقن علم الفلك اشتغل في رصد الأهلة للسلطنة. نيجي بقى للجامع اللي يعتبر جزء لا يتجزأ من المكان. مساحته مش كبيرة زي الجوامع اللي قلناها قبل كده، لكن تفاصيله المعمارية أدق بكتير. المحراب مكسو بالرخام، ووراه قبة مزخرفة بنجوم مطعمة. الشبابيك بتخلي الإضاءة تدخل بانسيابية، بتدخل ظلال متحركة على الأرض. وهنا كان بيقام الخطبة الرسمية والصلوات الجامعة. في أوقات كانت بتقرأ فيه الرسائل السلطانية. جامع قلاوون كان بيت السياسة والدين في وقت واحد. الضريح بيجمع كل شيء: الفخامة، الرسالة، والتاريخ. قبة قلاوون من أروع ما تم بناؤه في العمارة المملوكية. فيها رخام ملون مستورد من الشام والأناضول، ونقوش مذهبة على الطراز الكوفي، وكل جزء فيه بيتكلم. في نقش نادر بيذكر وقف خاص للإنفاق على القراء اللي بيقرأوا القرآن جوه الضريح. ويقال إن السلطان قلاوون لما شعر باقتراب أجله وصى بدفن قلبه في المدرسة وجسده في الضريح. واللي كان بيدخل هنا كان بيقرأ الفاتحة ويحس بحاجة مش ملموسة: صمت مهيب وحضور قوي. ولو مشيت المكان كله هتلاحظ وحدة معمارية غريبة. القبة مبنية على مسمن، والسبيل بيطل على الشارع بنظام تصريف دقيق، والكتابات القرآنية محفورة بحساب.
وفي نظرية حديثة بتقول إن قلاوون كان بيستخدم مجموعة المباني دي كرمز للشرعية. يعني لما يبني مستشفى ومدرسة وجامع وقبر في مكان واحد، يبقى هو بيقول إن العلم والدين والرحمة كلهم يبدأوا. ودي كانت رسالته الحقيقية. وأنا خارج مش قادر أفصل ما بين الحجر والإنسان. مجموعة قلاوون مش بس مباني، دي نموذج لإدارة دولة وعقل سلطان وضمير العصر. كل لبنة في المكان دي اتبنت بهدف، بتخطيط، بمنهجية. مش محتاجين نقول إنها معمولة بحب أو إحساس، لكن نقدر نقول إن المكان كان بيتكلم عن علم وتنظيم، سلطة ورحمة وسياسة. ودي كانت مجموعة السلطان قلاوون، مش أثر بيتشاف، ده نظام بيتفهم. أنا أحمد نور، وده كان الأثر الحقيقي اللي سابه السلطان قلاوون وبصمته اللي فضلت عايشة جوه قلب القاهرة من قرون لحد النهاردة. لو وصلت لحد هنا فأنت واحد من القليل اللي بيدوروا على قيمة حقيقية، مش بس على محتوى فاضي بيضيع الوقت. تابعني واعمل فولو، عشان في حكايات تانية كتير، وتاريخنا كبير وما ينفعش يضيع وسط دوشة اللي ملوش لازمة.